كده اول شيء حطينا العيش المحمص، وهنبدأ ان احنا ننزل عليه كده بشوية مرقة حلوين. تمام، علشان العيش ده احنا محمصينه، وشوية صلصة علشان العيش معانا الطعم. تمام، وبعدين نحط الرز اللي معمول بالسمنة البلدي. انا عندي اولادي بيحبوا الرز كتير على الفتة. ونحط كده شوية صلصة على وش الرز، شوية مرقة برضو علشان نطري الرز معانا ويكون طعمها كده حلو. نحط اللحمة، ممكن تحطوا بقى لو عاملين لحمة ضاني، لحمة بتلو، كندوز، على حسب اللحمة الموجودة. كده واهم شيء بقى شوية كده صوص من بتاع الفتة على الوش علشان يطعم معنا اللحمة. وده كده طبق الفتة الجميل ما شاء الله، لا قوة الا بالله، وبألف هنا وشفا لكل اللي هياكلوا. ما تنسوش يا جماعه اعملوا لايك بعد اذنكم، دوسوا كده يعني لايك، واكتبوا لي تعليق جميل، عرفوني بتعملوا طبق الفته بيكون كده ولا ايه.